الحمد لله رب الأرض والسماوات الذي كمل نبيه بأجمل الخصال والصفات، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ذي الأخلاق والسجايا الفاضلات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجوم الهداة. وبعد، حياكم الله وبياكم سادة الأفاضل في درس جديد من دروس إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم سنتناول موضوع سمو أخلاقه يثبت نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد تحلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكمالات الأخلاق، فعرفه قومه على يتمه وفقره، أمينا صادقا كريما سخيا مترفعا عن أغراض الذات، عطوفا على الأيتام والأرامل والبؤساء. دعا قومه إلى الله تعالى فأذاقوه مرارة الأذى وقساوة الاضطهاد والحرمان ما تنوء بحمله الجبال الشامخات، فاحتمل صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر رسالة الله تعالى ما احتمل، فجعله ربه المثل الكامل في الفضائل الإنسانية كلها، فأهله بذلك لحمل أعظم الرسالات. وهنا يستدل القرآن الكريم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم على نبوته. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وثبوت صدقه صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة بدلالة أخلاقه طريق يأنسه العقل الراجح. وقد أدركه هرقل ملك الروم، فسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام نفر من قومه، فقال هرقل: كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. فعلق هرقل فيما بعد قائلا: فقد أعرف أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. وقد استدل العلماء بأخلاقه على نبوته صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن الإمام أبا الحسن علي بن محمد الماوردي كان أسبق أهل العلم إلى الاستدلال بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبوته، وذلك من جهتين كما يتبين للمتأمل. الأولى، إن هذه الأخلاق العالية تحمل صاحبها على الصدق والأمانة، وتحفظه من الانزلاق إلى هاوية الكذب في الأمور العادية، فضلا عن أجل الأمور وهي النبوة. فقد اشتهر الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه بالصدق والأمانة حتى لقبوه بالأمين، وهذا دليل على صدقه في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. الثانية، إنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ في خصاله رتبة من الكمال يعجز الناس عن إدراكها، فلم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده من داناه في كماله خلقا وقولا وفعلا، وبذلك وصفه الله تعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد عد الإمام الرازي الصفات المحمدية من المعجزات الحسية، ومما ذكر من هذه الصفات: أولا، كان صلى الله عليه وسلم صادقا في كل أقواله قبل النبوة وبعدها. ثانيا، إنه ما فعل قبيحا منفرا لا قبل النبوة ولا بعدها. ثالثا، إنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، فلم يساوره الخوف رغم كثرة أعدائه. رابعا، إنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم الرحمة والشفقة على أمته.
خامسا إنه كان أعظم الناس كرما وسخاء صلى الله عليه وسلم. سادسا إنه صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا. سابعا إنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم مع فصاحة اللسان. ثامنا إنه صلى الله عليه وسلم كان متمسكا ثابتا على أخلاقه المرضية من أول عمره المبارك إلى آخره. تاسعا إنه صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن أهل الدنيا والغنى وأقربهم إلى الفقراء والمساكين. عاشرا إنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في هذه الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، وهذا لا يجتمع لأحد من الخلق إلا للأنبياء الذين عصمهم الله تعالى. فهذه الصفات في ذاته صلى الله عليه وسلم هي من الأدلة الواضحة على صدق نبوته. ولنقف أحبتي على بعض من الأمثلة على سمو أخلاقه التي تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم مع شيء من التفصيل. ومنها رعايته للأيتام والأرامل والفقراء. لقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى موجها إياه للاهتمام بالفقراء والأيتام ورعايتهم. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فأمضى حياته صلى الله عليه وسلم بارا بالأيتام والضعفاء والأرامل، فكان لهم الأب الرؤوف الرحيم، وكان يحض المسلمين على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. ومنها أيضا صبره صلى الله عليه وسلم، وهو خلق يثبت نبوته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا في تبليغ دعوته ورسالته دون كلل أو ملل، فلقد نزل به من صنوف البلاء والمصائب ما لا يتحمله أشد الرجال جلدا وصبرا، فصبره صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على نبوته. ومنها الرأفة والرحمة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تثبت نبوته أيضا، حيث جعل الله سبحانه وتعالى رسوله وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما جعله رؤوفا رحيما بأمته خاصة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون العرش وما دونه من السماوات والأرض وما بينهما، فالله تعالى رب كل هذه المخلوقات التي خلقها، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لها بما شرع من سنته التي تحفظ حقوق كل المخلوقات. وأما كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين خاصة، فلأنه برسالته سيكون سببا لدخولهم الجنة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه الإعجاز هو أن البشرية عجزت أن تصل إلى هذا المستوى من الرأفة والرحمة بهذه السعة والشمولية، إذ جعله الله تعالى رحمة للعالمين، وهذا دليل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا شجاعته صلى الله عليه وسلم، فبشجاعته يثبت نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث عرف الصحابة الكرام رسولهم صلى الله عليه وسلم بالشجاعة ورباطة الجأش وجرأة الإقدام منذ فجر الدعوة.
فكان أكثر الناس مقاربة لصفوف العدو وأسرعهم لحوقا بمواطن الخطر ومبادرة إلى درئه قبل استفحاله. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وإن في هذه الشجاعة وهذه الثقة العظيمة بالله تعالى وقوة التوكل عليه وقوة الاحتمال لأدلة ناصعة باهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ مرتبة الكمال في ذلك. ومن صفاته في ذاته التي تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم هو خشوعه وتعبده صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولو تقصيت مزيدا من أخبار عبادته صلى الله عليه وسلم في سيرته لعلمت علم اليقين أنه أخشى الناس لله تعالى، وأنه أول الأواهين وسيد العابدين، ولن يصل أحد إلى ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم في كمال العبودية لله، وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه وصفاته التي تبين وتثبت نبوته صلى الله عليه وسلم هو ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغراض الشخصية، حيث برأ الله سبحانه وتعالى نبيه من ابتغاء متاع الحياة الدنيا بدعوته، ويعلن ترفعه عن المنافع والمصالح، وذلك في قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجه الإعجاز أيها الأحبة الأفاضل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنها تثبت نبوته من ناحيتين. أولهما هو أنه بلغ مرتبة الكمال في كل خلق فيه، حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يصل إلى هذه المرتبة. ثانيهما هو أنه صلى الله عليه وسلم جمع جميع الأخلاق الحميدة في شخصه، فلا يوجد شخص قد جمع الله فيه أخلاقا مثل ما جمعها في الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد تجد رجلا شجاعا وليس حليما، وتجد حليما وليس شجاعا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله سبحانه وتعالى يجمع جميع الأخلاق الفاضلة السامية من أعلى رتبها، وهذا يشير إلى أن أخلاقه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.